من هو صبي المدخنة؟ اختفى فجأة في ظروف غامضة ثم عثر عليه في المدخنة. من قابل؟ ولماذا ذهب إلى هناك؟ هل كان مجرد حادث عرضي أم أن كائنات غامضة قررت التدخل فجأة؟ من هو جوش مادوكس وما هي قصته؟ جوش مادوكس شاب ولد في 9 مارس عام 1990 وعاش في بلدة صغيرة وهادئة في مقاطعة تايلور في كولورادو. انفصل أبواه بصورة غريبة واضطر جوش الطفل الصغير للعيش برفقة أخيه الأكبر زاكري وأختيه كيت وروث في منزل والده مايك. كان جوش طالبا محبوبا لامعا برز بشكل كبير في فصل الموسيقى، وببلوغه 17 أصبح أكثر جاذبية ووسامة. في أحد أيام شهر مايو عام 2008 كانت كيت تقوم ببعض الأعمال المنزلية عندما لاحظت أن شقيقها جوش يستعد للخروج. لم تلقي الشقيقة الكبرى بالا بالأمر، فقد اعتادت على خروج أخيها للتنزه سيرا على الأقدام بين حين وآخر. لاحظ الأب عند عودته مساء إمارات القلق الواضحة على وجه كيت. لوهلة كان الأمر عاديا ومقبولا، لكن غياب جوش استمر ل5 أيام بلا تبرير. وفي يوم 13 مايو اتصل والد جوش بالشرطة للإبلاغ عن اختفاء ابنه. استمرت التحقيقات لفترة طويلة للعثور على جوش، لكن دون جدوى، حتى حدثت مفاجأة في 7 أغسطس عام 2015. كانت أعمال هدم مدخنة ضخمة في أحد المنازل المهجورة تسير بشكل طبيعي جدا لولا الغبار الذي حجب الرؤية ومنع العمال من استنشاق الهواء بشكل جيد. ولهذا السبب كانوا ينتظرون ولوج النور والهواء من الخارج عبر مجرى المدخنة، وهذا ما لم يحدث أبدا. كان من الواضح أن شيئا ما يبدو عالقا في منتصف المدخنة يمنع أي تدفق للهواء أو الضوء من خلالها، لكن ما هو هذا الشيء الذي يمكن أن يسد فتحة كبيرة كهذه؟ ولمعرفة السبب استخدم أحد العمال كشافا ليتأكد من تلك العقبة من خلال ضوء الكشاف، فسقط بصره على ما أسماه بزومبي ينظر إليه مباشرة. لكن بعد الفحص النووي والتأكد لم يكن ذلك الزومبي سوى جثة بشرية تعرضت للتحنيط الطبيعي. اتخذت الجثة وضع الجنين رأسا على عقب، وكانت محشورة بطريقة ما في منتصف تلك المدخنة. تم إبلاغ الشرطة على الفور، وفيما بعد أكدت تقارير الحمض النووي وسجلات طب الأسنان أن الجثة تعود لجوش مادوكس، شاب فقد في 8 مايو عام 2008. أجرى الطب الشرعي في مقاطعة تايلور تشريحا للجثة أفاد بعدم العثور على أي دليل لوجود أدوية في بقايا أنسجة جوش، إضافة إلى عدم وجود أي عظام مكسورة ولا حتى علامات طعن بأداة حادة.
ولم يظهر في التشريح أي ثقوب تدل على اختراق الرصاص لجسده. وقد تكهن التقرير بأن موت جوش لم يكن فورياً، فإذا كان قد علق في تلك المدخنة لأيام فلا بد أن سبب الوفاة هو انخفاض حرارة الجسم. تم العثور على جثة جوش بقميص داخلي فقط، أما أحذاءه وجواربه وبنطاله وحتى قميصه الخارجي كانت مطوية بشكل أنيق ومرتب وموضوعة على طرف الموقد. لسبب ما، وبدل من أن يتجه جوش في نزهته تلك إلى أحد حدائق وود بلانك كما هو معتاد، قام بتغيير طريقه نحو أحراش القرية، وتحديدا ليقصد منزلا مهجورا منذ عقد من الزمن. قام بعدها بالدخول إلى المنزل، ومن ثم خلع ملابسه إلا القميص الداخلي في طقس شديد البرودة، وخرج مجددا ليصعد عبر السلم إلى السطح ويدخل مرة أخرى إلى داخل المنزل عبر المدخنة، ثم يعلق فيها لعدة أيام قبل أن ينتهي به الأمر مفارقا للحياة. تلقت الشرطة عدة بلاغات مجهولة المصدر تحدثت عن أسماء لبعض الأشخاص الذين اعترفوا علانية بقتلهم لجوش، لكنها لم تؤخذ على محمل الجد. صرح مايك والد جوش بأن ابنه في الفترة التي سبقت اختفائه تعرض لعدة كوابيس كانت تتمحور حول زاكري شقيق جوش ذو 18 عام الذي انتحر في 1 يونيو عام 2006، وقام بشنق نفسه بعد إصابته باكتئاب حاد. تخمين آخر يقول أن جوش مادوكس خرج في ذلك اليوم في موعد غرامي، وكان من الطبيعي أن يلجأ إلى مكان كذلك المنزل المهجور الذي قد يفسر هذا الافتراض نوعا ما وجود ملابسه بجانب الموقد. لكن هل يوجد موعد غرامي تتطلب الوجود بتلك الطريقة في المدخنة؟ أسئلة تتلوها أسئلة، وتبقى جميع هذه الأسئلة بدون إجابات لتطوي صفحة قضية موت الشاب جوش مادوكس، أو كما اشتهرت قضية الصبي في المدخنة.